بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض ورقة لحمة بالخضروات. سهلة حلوة قوي لما تكوني مش قادرة تطبخي وتعملي أكل ودوشة ووجع دماغ. سهلة جدا تعمليها في الفرن وتريحي نفسك من وجع عمايل الأكل بتاعت كل يوم. عندنا هنا ده لحمة فيليتو، يعني شرايح فيليتو كده ديت، شمبري. حلوة قوي. اهم حاجة تنقي حتة اللحمة تكون ناعمة وتكون رهيفة، ما تكونش متقطعة تخين، تكون متقطعة رفيع عشان تستوي معاكي بسرعة وما تاخدش وقت في ورقة اللحمة. الفريتو حلوة، الضاني حلوة، كذا اي حتة من اللحمة ممكن تتعمل، بس تكون متقطعة رهيف مش تخين. وعندي كمية بصل طبعا في ورقة اللحمة. هي في ناس بتعمل ورقة اللحمة بصل ولحمة بس بتبقى حلوة جدا. انا حبيت استفاد منها كمان وتبقى اخف شوية. حطيت لها خضروات عشان ناكلها مع ورقة اللحمة. حطيت هنا الخضروات اللي عندي كوسة وعندي جزر وعندي بطاطس وطماطميتين، يعني كوسة في حدود 3 كوسات كده كبار، وجزرتين كبار، و3 بطاطسات كبار، وطماطميتين وفلفل الوان. وكمان عندي بحب احط لها الخضره الشبت والبقدونس، ويا ريت لو في كرفس بقى بتبقى طعمها روعه. هنعمل اول حاجة هنتبل اللحمة بتاعتنا. هنتبلها بملح وفلفل فقط، مش هنحط حاجة تانية. ملح وفلفل وجوز الطيب، حبة جوز الطيب صغيرين مش ياما، عشان تديني الريحة بتاعت ورقة اللحمة. هي ورقة اللحمة بس ملح وفلفل بتبقى تحفة بالطريقة دي. نتبل اللحمة مع بعض بقى. عندي بقى هنتبل هنا ده معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود. هنتبل بقى اللحمة بتاعتنا كده. فلفل اسود بيبقى طعمه حلو اكتر حاجة وهحط جوز الطيب كمان مش كتير. ابتدي بقى اتبل الخضار بتاعي. انا هعمل قلت ورقة لحمة دايت، مش هحط فيها بطاطس لان ممنوع نشويات في الدايت. فهاكل الكوسة والجزر وده الطماطم وكل ده هحطه، وهخلي البطاطس هعملها ورقة لوحدها تانية مع برضو خضروات تانية كده. اتبل ده الاول كده مع البصل. اللي حابب يعملها بس ببصل بس، لحمة وبصل بس، بتبقى طعمة اكتر وجميلة، لكن احنا هنعملها بخضروات عشان نستفيد منها برضو. معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسمر. وعندنا الخضرة بتاعتي شبت وبقدونس وكزبرة، وبتبلها. وهحط معلقة خل صغيرة وشوية زيت صغيرين قوي قوي عشان الدايت. انا هحط زيت زيتون، معلقة صغيرة زيت زيتون. هحط خل حبة صغيرين ومعلقة زيت زيتون صغيرة. ونبتدي بقى نعمل الورقة، نلفها ونحطها. عندي بعد كده ادي ورقة ألمونيا. فردت ورقة ألمونيا وبعدين حطيت عليها ورقة الزبدة من غير ما ادهنها ولا اي حاجة. هبتدي بقى اخد الخضار اللي عندي، احط كده في النص. احاول احط من كل حاجة من عندي في الخضار. احط كوسة وجزر وطماطم وبصل، احط من كل حاجة وافردها حلو عشان ارص عليها اللحمة. كل ده هيستوي وهيكش، محدش يقول ده كمية ياما وهتتعمل ازاي، لا كل ده هيكش.
كده احط بقى اللحمه بتاعتي. بحاول انقي اللحمه الحمراء اللي ما فيهاش دهون، احطها في الورقه اللي هي اللي هعملها للدايت كده. خضار تاني على الوش كده. اللي مش عايز يحط فيها طماطم عادي، ممكن ما تحطيش طماطم، تبقى خضار كده بس. اي خضار عندك بقى حطيه، ممكن تحطيه على ورقة اللحمة بتاعتك. بس هبتدي الفها بقى وهنحطها في الصينية وهوريكم هعمل بقى الورقة التانية. هحط برضو ورقة ألمونيا وبعد كده ورقة زبدة. هنا بقى هحط الخضروات. هنا عندي هزود عليها هنا البطاطس بس كده، وهقلب ده كله مع بعضه كده برضو تاني عشان البطاطس تتبل من البهارات اللي عندي اللي انا حطاها كده بس. وبعدين ابتدي بقى احط وارص زي الاولانيه بالظبط. بحط الخضروات اللي عندي بفردها بقى اللي هي مش دايت. هحط عليها كده معلقتين سمنه بلدي كده عشان تبقى تديها الطعم الحلو اكتر وتبقى ليها ريحه للسمنه البلدي حلو. بس ابتدي اقفلها بقى كده. لفيت الورقتين. عندي ورقه هنا دي دايت ودي ورقه فيها البطاطس اللي هي مش دايت عادي. حطيتهم في الصينيه وهبتدي بقى اغلي شويه ميه واحطهم عليها وادخلهم فرن عالي على الصاجه من تحت لغايه ما تستوي معايا. ومش هتاخد وقت يعني، هتاخد في حدود 40 دقيقه او يعني ساعه الا ربع ممكن بكتير. اسهل اكله واسرع اكله ممكن تعمليها ومغذيه ومفيده، وممكن تعمليها دايت زي ما احنا عاملينها كده. الافضل احط ميه سخنه عشان ما تاخدش معايا وقت في الفرن قبل ما تغلي. احطها في الفرن على طول ونطلعها بعد كده ونشوف هنعمل ايه. صورت يلا كده بقى. ادي ورقه اللحمه بعد ما طلعت معانا نشفت خالص اهيت، ونبتدي بقى نشيلها من الصينيه ونفتحها وهي سخنه كده. نفتح عليها ونشوفها بقى شكلها ايه، استوت ولا لا معانا. بسم الله. سخنة طبعا. ادي ورقة اللحمة معانا. ادي اهي. نشوف بقى كده معانا استوت ولا لا. كل حاجة مستوية واللحمة دايبة والبطاطس كمان دايبة، كله دايب. وكمان في جوسي تحت الشوربة اهي، مية بتاعت اللحمة جميلة قوي قوي. ورقة اللحمة سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا وقت، واسهل اكلة ممكن تعمليها لو مش ليكي مزاج تعملي تطبخي وتعملي اكل. ورقة اللحمة اللي هي بقى الدايت اللي ما فيهاش بطاطس اهي زي ما احنا شايفينها اهي، كله مستوي معايا جميلة حلو خالص. ادي وصفتين ورقة اللحمة. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم وطريقتها سهلة وبسيطة عليكم.